بعض الاحيان بيكون عندنا فرصه ان احنا نكشف عند كذا دكتور في نفس المرض. فازاي نختار الدكتور اللي هنكشف عنده في نفس المرض؟ يعني مثلا انا عندي دور برد، اكشف عند مين؟ دكتور انف واذن، دكتور صدر، دكتور باطنه، ولا دكتور اطفال؟ تعال اقول لك مميزات ان انت تكشف عند دكتور الصدر. لو عندك كومبليكيشن خطيره زي الالتهاب الرئوي الناتج عن البرد الفيروسي او البكتيري، ده دكتور الصدر اكتر حد هيقدر يتعامل لك مع النقطه ديت، والتي هي مهمه جدا. لو عندك التهاب شعبي دكتور الصدر هيقدر يحل لك هذا الامر. لو عندك عوامل خطوره دكتور الصدر ممكن يتدخل ويديك انتي فيرال او مضادات للفيروسات عشان خاطر ما تخشش في هذا الامر. لو عندك حساسيه دكتور الصدر هيقدر يتوقع ان الحساسيه هيحصل لك سيربيشن وهيديك ادويه تهبط هذه الحساسيه وما تظهرش قوي بعد شويه. في الاطفال لو عندهم ريسبيراتوري ديستريس او فشل تنفسي دكتور الصدر هيقدر يكتشف هذا الامر بسرعه. ميزه كمان دكتور الصدر لو عنده سونار يقدر يستبعد الالتهاب الرئوي بكل سهوله بالاشعه. في الناس الالدري او الناس الكبيره قوي او الصغيره قوي دكتور الصدر هيقدر ياخد احتياطاته من الالتهاب الرئوي. والسلام عليكم.